السلام عليكم، مرحبا بكم في شهوة السكارة. اليوم غنقدم لكم هاد المسيمنات ديال الفران، كيجيو مقرمشين وبحشوه جد رائعه وكتجي غزاله بزاف بالصحه والراحه. هنا عندنا نص كيلو ديال الفورص، رابعه ديال الفينو، معلقه ديال السكر، الملح ومعلقه ديال الخل والماء دافي باش غنجمعوا العجين. بالنسبه للعجين ديالنا خصها تدلك مزيان بحال المسمن العادي. غنخلطوا المكونات مع بعضها ونزيدوا عليها الماء. الماء على حساب الدقيق ديالنا حتى تجمع لينا العجين. هنا العجين ديالي بعد ما دلكتها مزيان حتى كنسمعها كطرطق غنديرها في ميكا وغنخليها ترتاح. هنا انا عندي واحد قشر كروفيت، فيما تيكون عندي الكروفيت تنخليه نلوح القشر ديالو في فريكو وكنخليهم. فيما تنبغي ندير شي عماره كنغلي هاد الماء معاهم تنصفيهم، هما اللي غادي نرقد فيهم الفيرميسي. وهنا عندي الزبده والزيت كندوبهم مع بعضياتهم. تقدر تكتفيو بالزيت بوحدو. هذاك الماء ديال الكروفيت انا صفيته وغنعاود نصفيه وغندير. هنا راني عاود صفيته ودرتو على الفيرميسيل ديالي وغنخليه يترقد فيها، وغنضيف عليها واحد القبصه ديال الملح. في المقله ديالي درت الفلفله وحده، الا كان عندك ملونين تقدري ديري حمراء وصفراء. هنا درت انا غير خضره هي اللي عندي. زيتون مقطع على حساب الذوق، من الاحسن تقطعوها هكا طريفات باش ما يجيش باين بزاف. هنا عندنا الحامض مصير مقطع، معلقه ديال الهريسه. بالنسبه للملحه انا غندير غير قبصه، علاش؟ حيت البرميسيل فيها ملحه، وعندنا هنا الزيت والحامض، وعاد غنزيد انايا صلصه الصويا اللي هي اختياريه. بالنسبه للمسمن ديالي انا راه درتو هنايا كويرات، خليته عاود يرتاح بما قطعت الفلفله. عاد غادي نسرح وهنا بعد ما طابت ليا، الفلفله والزيتون طلقوا مزيان، ضفت الفيرميسيل. غنضيف الربيع بعد ما سكرته. هنا ضفت الربيع، غنضيف صلصه الصوجا. عندي الصوجا انا قلت لكم قبيله الصويا، صوص صوجا. كما كتشوفوا انا مدرتش هنايا العطريه نهائيا في هاد الحشوه ديالي. هنا تقدروا حتى لهنايا وتحبسوا، يعني ما تضيفوش شي حاجه اخرى. تقدروا تضيفوا انا هنا غادي نضيف الطون، غنضيف الطون وغنحك الزعتر في الاخر، هذا اختياري. عندي هاد السودانيه غبره اضفت غير قبصه منها، اللي عز عليه الحار يزيدها. هنا انا غنضيف الطون اللي قلت لكم اختياري، غنطفي عليها وغادي نزيد الزعتر. بالنسبه لصلصه الصويا انا كنكثر، انا كتعجبني، تقدروا ديروا غير كميه قليله. انا هنا غادي طفيت عليها، غادي نزيد هاد الكميه ديال الزعتر. شفت الكويرات ديالي غنقرصهم وغنديرهم على شكل مربع باش نخديهم بالبلاستيكه باش يبقاو يرتاحوا. كنشدو المسمنه ديالنا كنتنيوها هكا بشكل مربع. المسمن ديالنا كي كنديروه بشكل مربع. انا راه تندهن ضروري بالزبده والزيت باش كنقرص، وتنديروا ليها هذا الشكل هذا هكا وتنخليوها ترتاح. هنا ها هي المسمنه ديالنا اللي كانت هكا مربع صغير. انا كنشدها غنديرها تسرحها غير شويه ماشي بزاف. بالنسبه للحشوه انا راه مقسماها، غناخذ هاد الطرف غنحطوه في المسمنه دي. كنوزعوا الحشوه ديالنا وكنخليو الجناب ما تنعمروهمش بالحشوه. هنا غنشد هاد المسمن النص ديالو غنجيبو هكا، وهاد النص الاخر غنجيبو هنا. انا خدامه بايد وحده. هنا الجناب ديالنا هما ما عامرينش، ما غاديش تخرج. هنايا انا كنخدم بيد وحده، داكشي علاش غتنيوها هكا، وهاد النص غيجي تحت. هانتو غنشد هادي غنهزها وغنتنيها بحال هكا، نعاودها هي هكا غنتنيها بحال هكا كتجي بهذا الشكل. وهنا راه دهنتهم بالزيت وغندخلهم الفران العادي يطيبوا
من التحت وعاد غنشعل عليهم من الفوق. نديرها هو بديت كنخرجهم من الفران، نفرش ليه الزيف وتنغطيه واحد شويه، يعني تنفضل انا ندير هكا باش ما يكرمش ليا. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسيمنات ديالنا، كيجيو بهذه الطريقه هذه بالصحه والراحه، كيجيو قرمشين. نقسم لكم وحده باش تشوفوها من الداخل. هي الشكل النهائي ديالها باقا سخونه بالصحه والراحه.